هي هيرودس الملك. المقصود هنا هو هيرودس أنتيباس اللي كان والي منطقة الجليل وبيرية، وهو ابن هيرودس الكبير. هو حكم في الفترة اللي كان فيها المسيح أثناء خدمته. لما قبضوا على المسيح، بيلاطس عرف إن المسيح من منطقة الجليل، فبعته لهيرودس اللي كان موجود في أورشليم وقت عيد الفصح. هيرودس كمان سمع عن المسيح وكان نفسه يشوفه وهو بيعمل معجزة، لكن المسيح فضل ساكت وما جاوبش على أسئلة هيرودس ولا عمل أي معجزة قدامه. هيرودس وجنوده سخروا من المسيح ورجعوه تاني لبيلاطس. الحدث ده خلى فيه صلح مؤقت بين هيرودس وبيلاطس. قبل كده هيرودس كان ليه دور في قطع رأس يوحنا المعمدان بسبب تأثير مراته هيرودية عليه. في النهاية هيرودس أنتباس وقع من نظر الرومان. ابن أخوه هيرودس أغرباس الأول اتهموا بالتآمر ضد الإمبراطور الروماني كاليجولا، ونتيجة لكده حوالي سنة 39 ميلاديا الإمبراطور كاليجولا نفاه لمنطقة الغال اللي هي فرنسا حاليا، وهيرودية مراته راحت معاه في المنفى، وهيرودس انتباس مات في المنفى في الغال بعد سنة 39 ميلاديا. الظروف بالتحديد لموته مش مذكورة بالتفصيل في أي مصادر، لكن حياة هيرودس كانت مليانة مناورات سياسية ورغبة في سلطة أكبر، كأن يلقب بلقب الملك، وده اللي أدى في النهاية لسقوطه. تعامله مع المسيح كان بسيط وما كانش فيه اهتمام حقيقي بالحق، كان بالنسبة له مجرد فضول.